السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم واحد الكاطو ديليس غزال منعش مهيئ بفواكه وبلانسيغ ديال المونك. كنتمنى يعجبكم، فيه مراحل غير تبعوها وغتنجح معكم الوصفه ان شاء الله. اذا المرحله الاولى غادي نبداو بالكريم ديليس اللي غنحشي به الكاطو. كنديروا كريمه 300 غرام وكنضيفوا لها الحليب 300 غرام و70 غرام مايزينا و3 ديال صفر البيض، وكنخلط الكل وكنضيف له واحد 4 غرام فاني ونحركو مزيان هاد المكونات، وكنوضعها فوق النار مع التحريك بطبيعه الحال حتى كتكاتف. من بعد خارج النار كنزيد لها واحد 10 غرام جيلاتين بودره اللي كنت هيئتها ب20 غرام ديال الماء، كنضيفها للخليط. واخيرا كنضيف 100 غرام ديال الشوكولاته بيضاء ممتازه مع التحريك. ومن بعد كنميكسي الكل بالميكسور باش يتجانس المكونات ويتجينا الكريمه رطبه. المرحله الثانيه كناخذ 150 غرام سنيده كنوضعها في اناء، كنضيف لها 35 غرام د الماء وكنوضعها ونزيدها 15 غرام جلوكوز، والكل كنوضعو فوق النار حتى كتوصل الحراره ل 106 درجه. في هذه اللحظه كناخذ داك بيض البيض اللي شاطلين على يعني 3 ديال بيض البيض وكنطربهم بالطراب، ومن بعد كناخذ داك السيرو اللي وجدت وكنضيفوه على شكل خيط وانا كنحرك باش البيض ما يخسرليش. من بعد كنضيف الفاني وكنحرك الكل 3 غرام، كنحرك الكل. ومن بعد كنرجع للخليط الاول اللي وجدت كيكون برد، خصو يكون ما بين 40 و 50 درجه يكون برد. عاد كنضيف له كنحركو باش يبرد مزيان، ومن بعد كنضيف له هاد المرانق اللي وجدت بالسيرو. كنخلط الكل باش الكل يتجانس كيف كتلاحظوا. من بعد كنخليه يبرد وكندوز لمرحله اخرى اللي هي بسكوي ديكور. اذا بسكوي ديكور كناخذ 70 غرام ديال الزبده لينه ونزيدها 70 غرام ديال سكر كلاصي، كنزيدها 70 غرام ديال دقيق ابيض، وكنخلط الكل ونضيف له بيضه واحده وكنمزج الكل مزيان حتى كيتجانسوا المكونات. من بعد كنضيف لها ملون اورانج وكنخلط حتى كيتجانس الملون مع هاد العجين. كنوضع هاد العجين فوق ورق الطبخ وكنسرحو. ورق الطبخ نكون فوق واحد اللاطه اللي غتدخل الفرن، كنسرحو على هاد الشكل بطريقه يعني رقيقه، وكناخذ واحد الكغاطوار وكندير هاد الشرائط هكا، كنشرط هاد العجين مزيان، كنورك بداك الكغاطوار باش يعطيني هاد الشرائط هادو. كندخلو للفريغو يبرد مجمد. كناخذ في هاد الوقيته كنوجد بسكوي اللي غادي ندير به الكاطو اللي هو 6 ديال بيض البيض، وكنضيف له واحد 3 غرام ديال واحد القليل من الملحه و3 غرام فاني، وكنخلط بالباتور وكنزيد 80 غرام سنيده دفعات شويه بشويه وانا كنطلع. اذا غنخلي هاد المرانق على جنب وكناخذ اناء اخر كنحط فيه 6 ديال اصفر البيض، كنطربو شويه حتى يطلقوا هاد 3، وكنضيف له 60 غرام السنيده وانا كنطرب، ونزيد 4 غرام فاني وكنخلط الكل حتى كيتغير اللون كيولي بهذا الشكل. عاد كنضيف له النواشف اللي هي عباره عن 160 غرام ديال الدقيق ابيض فورس و35 غرام ديال البودره ديال اللوز. اذا هاد الخليط من بعد البودره ديال اللوز اللي ضفتها غادي نخلط مزيان، وكناخذ من بعد الخليط الاول اللي طلعناه بيض البيض وكنضيفوه على هذا الخليط الثاني وكنمزج الكل حتى كيتجانس الكل.
اذا دابا كنجبدو داك يعني العجين الاول اللي شرطناه كان في الفريغو، كنخوي عليه العجين الثاني. هذا يعطينا واحد ديكور جميل جدا للكاطو، وغادي تشوفوا في اخر المرحله كيفاش غادي يجي. اذا كنوضع العجين الثاني على داك العجين الاول اللي دخلت الفريغو، كنوزعو وكنخبط اللاطه وكندخلها الفرن لمده ديال 10 دقائق على درجه حراره 170 درجه. كنخرج البسكوي كيف كتلاحظوا ها هو طاب، وكنخليه يبرد. كنحيدو من الورق ونغطيه بورق اخر وكنخليه يبرد الى حين الاستعمال ديالو. اذا المرحله اللي جايه غادي نوجد الكريم دبلومات اللي هي عباره عن بودره الكريم اللي يعني كديري واحد 56 غرام ديال البودره الكريم، وكتزيدي عليها 50 غرام سنيده، وكتزيدي 375 غرام ديال الحليب، وكنخلط الكل. وهذا الخليط كله غادي نوضعه فوق النار وغادي نبدا نحرك مزيان. اذا بعد ما كنخلط هاد المكونات كنوضعهم فوق النار مع التحريك حتى كتكاتف هاد الخليط. من بعد كنزيدها 3 غرام ديال الفاني ونخلط، ونزيد 7 غرام جيلاتين اللي كنت بودره اللي كنت فزقتها في 20 غرام ديال الماء، كنخلط مزيان. واخيرا كنضيف 30 غرام ديال شوكولاته بيضاء ممتازه، كنغطيها بفيلم اليمونتير ولا بلاستيك ديال الثلاجه ونخليها تبرد. غادي نرجع دابا للخليط الاول وغنضيف له 400 غرام ديال الكريمه مونطي. اذا كريمه ليكيد كتلاحظوا 400 غرام اللي غنمونطيها غنطلعها بالضراب وغنضيفها للخليط الاول، داك الكريمه الاولى اللي وجدت في اول الفيديو. اذا كنضيفها وكنخلط شويه بشويه حتى كنكمل الاضافه كامله. اذا كنخلط الكل حتى كيتجانس المكونات كامله، وكنضيف له واحد الملون لان نوجد الكاطو بالمونك. كنحاول ندير لها ملون اما اغوم ديال المونك اولا ديال اورانج. وكندوز الكريمه دبلومات كنضيف لها 30 غرام ديال كريمه ليكيد اللي كنطلعها حتى كنمونطيها كيف كتلاحظوا. كنضيف لها 30 غرام ديال سنيده شويه بشويه، ثم كنضيف لها 3 غرام ديال الفاني. وكناخذ داك الكريمه اللي غطيتها بالبلاستيك الثانيه وكنضيف لها هاد الكريمه مونطي. اذا هاد الكريمه اللي مونطيت وغنخلط الكل مزيان. دابا لاحظوا معايا وجدنا جوج كريمات اللي غنوجد بها هاد الكاطو. كنرجعوا للبسكوي اللي برد وكناخذ اطار دائري كيف كتلاحظوا. كنقطع البسكوي وكناخذ داك يعني الديكور ديال البسكوي كيكون على الخارج كيف كتلاحظوا واضح في الفيديو. اذا كناخذ الكريمه الاولى كريمه ديليس وكنوضعها اولا حتى المنتصف ديال الكاطو. غنحط فيها واحد لانسيغ اللي وجدته ديال المونغ. الا بغيتوه قولوها لي ونوجد لكم فيديو ديال جميع انواع لي زانسيغ. هذا ديال المونغ اللي وجدته بالجولي مونغ وباطراف المونغ والسكر والفاني والجيلاتين. كنوضع الكريم دبلومات الكريمه الثانيه اللي هيأت كنوضعها فقط في وسط على لانسيغ فقط. واخيرا كنكمل بالكريمه الاولى اللي الكريم ديليس اللي وجدت في اول الفيديو، وكنحاول انني نساوي هاد لا كريم على الوجه ديال الكاطو بسباتول وكندخلها المجمد على الاقل واحد 6 ساعات. اخر المطاف غادي نوجدوا واحد المورانغ اللي غادي نزين به الكاطو اللي هو كيكون ساهل فعلا كلشي كيعرفو. هو كنديرو 100 غرام بياض البيض و200 غرام سنيده و2 غرام ديال الملح و8 غرام فاني بودره. الكل كنوضعو فوق ماء مغلي مع التحريك حتى كتذوب السنيده. وناخذ الباطور وكنطربو مزيان حتى كتقصح هاد الكريمه كتكتف وما كتبقاش سائله نهائيا. اذا كنجبد الكاطو ديالي من المجمد وكنوضع هاد المورانغ على وجه الكاطو
وكناخد سباتول وكندير هاد الديكور هكا، كنوضع سباتول وكنجر الفوق، وكناخد شاليمو وكندوزو على المران كيعطينا هاد التلوين، لان فيه بياض البيض وفيه السكر وفيه. اذا من بعد كنزين باقه من الفواكه، هنايا نصف يعني تفاحه وكيوي والمونغ. كنتمنى الوصفه تكون عجبتكم، وهذا الكاطو راه منعش وغزال وغني كثيرا، مهيئ بفواكه بالصحه والراحه. والى فيديو قادم ان شاء الله.